فإن قول ربنا سبحانه وتعالى صدق، وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صدق، ووعد ربنا سبحانه وتعالى حق لا يخلف. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فوالله إنه لا نصر للمسلمين إلا بأن ينصروا الله عز وجل، ولا حفظ لهم إلا بأن يحفظوا الله عز وجل، ولا عز لهم ولا تمكين إلا بتحقيق الإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن نصر المسلمين مشروط بنصرهم لله عز وجل، ونصرنا لله عز وجل يكون بتحقيق التوحيد، بأداء حق ربنا سبحانه وتعالى، بأن لا نعبد إلا الله، وأن نعتقد اعتقادا جازمين فيه أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبادة كلها صغيرها وكبيرها في الشدة والرخاء إنما هي لربنا سبحانه وتعالى. وأن نوحد الله عز وجل في أفعاله، وأن نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته على ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. إن نصرنا لربنا سبحانه وتعالى يكون بتجريد الاتباع لسيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فنتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم متمسكين بذلك، ولا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله إلا بما جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نحذر البدع كلها، جليها وخفيها، صغيرها وكبيرها. نصرنا لله عز وجل يكون بأن ننتصر على أنفسنا، بأن يخرج كل واحد منا نفسه من طاعة هواه إلى طاعة مولاه. نصرنا لربنا سبحانه وتعالى أن نقيم دينه بأن يرانا الله حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا، ونحرص على أن لا نفقد حيث أمرنا. نصرنا لله عز وجل يكون بأن ينتظم الرجال في مساجدهم في جميع الصلوات، يقومون من لذيذ الرقاد إلى إجابة المؤذن لصلاة الفجر، يجتمعون جماعات أو جماعة كبيرة في مسجدهم، يؤدون صلاة الفجر في جماعة، ويؤدون صلاة الظهر في جماعة، ويؤدون صلاة العصر في جماعة، ويؤدون صلاة المغرب في جماعة، ويؤدون صلاة العشاء في جماعة، متمسكين بدينهم. نصرنا لربنا سبحانه وتعالى أن نقيم الفرائض، أن نصوم رمضان، وأن يؤدي من وجبت عليه الزكاة، وأن يحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. نصرنا لربنا أن نتقي ربنا بأن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عذاب الله. نصرنا لربنا سبحانه وتعالى يكون بأن نطيع الله فيما أمرنا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك طاعتنا لولاة أمرنا في غير معصية الله عز وجل. نصرنا لربنا يكون بأن نأخذ العلم عن أهله الذين شهد لهم بالعلم وتحققت فيهم شروط أخذ العلم عنهم. نصرنا لربنا سبحانه وتعالى يكون بأن لا نتكلم إلا بخير وأن نكف ألسنتنا عن كل ما حرم الله. نصرنا لربنا سبحانه وتعالى أن لا يسب بعضنا بعضا، فسباب المسلم فسوق، لا يسب الراعي الرعية ولا تسب الرعية الراعي. نصرنا لربنا أن نبحث عن الحكم الشرعي فنلزمه، وأن لا نتبع الأهواء، وأن لا نتبع العواطف العواصف، وأن لا نسير وراء الجماعات المنحرفة عن الصراط المستقيم وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج أصحابه رضوان الله عليهم وعن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والله يا عباد الله إننا إن نصرنا الله سينصرنا الله ولا بد. وهو أعلم
بما ينصرنا ومتى ينصرنا. وإن حفظنا دين الله حفظنا الله عز وجل، وإن حققنا الإيمان وجردنا الاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم كتب الله لنا العزة وأوقع الرعب في قلوب أعدائنا. فمهما كان عندهم من قوة ومهما كان لهم من جمع كبير، إننا إن نصرنا ربنا أوقع الله الرعب في قلوبهم وهزمهم من داخل أنفسهم. وإني لأوجه كلامي إلى كل مسلم ومسلمة على شبر من الأرض في أي مكان. علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نلزم دين الله وأن ننصر الله وأن نحفظ الله. إن أردنا أن ينصرنا الله وينصر المؤمنين، وإن أردنا أن يعزنا الله ويعز المؤمنين، وإن أردنا أن يحفظنا الله ويحفظ المؤمنين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يرزقنا الاستقامة عليه والثبات عليه حتى نلقاه. أسأل الله القوي العزيز أن ينصر المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم. اللهم وكن على عدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم كن على عدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم كن على عدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أفرح قلوبنا بعودة المسلمين والمسلمات إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أفرح قلوبنا بتفريج عاجل عن إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنهم مكروبون ففرج عنهم، اللهم إنهم مكروبون ففرج عنهم، اللهم إنهم مكروبون ففرج عنهم، اللهم إنهم مغلوبون، أنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. معاشر الإخوة والأخوات، إن هذه الأحداث العصيبة التي تمر بالأمة ينبغي أن نتخذ منها درسا، بأن يعود ذلك على صلاح أنفسنا، بأن نرجع إلى ديننا، أن نحقق الإخلاص لربنا والاتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأحداث الأليمة التي تمر بالمسلمين ونحن نرى صورا تدمي قلوبنا وتدمع أعيننا لإخوتنا في فلسطين، إن هذه الأحداث تقتضي منا جميعا أن نلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصطف وراء علمائنا الربانيين، عنهم نأخذ الأحكام ومنهم نأخذ الفتاوى، وأن نكل إلى كل ما جعله الله له، فنكل إلى الحكام المصالح العامة وما جعله الله لهم، ونعمل بما وكل إلينا من الأعمال. وفقنا الله والمسلمين إلى ما يحب ويرضى.